ناخد ميدو ونرجع نشوف انت هتنزل مع مين. مساء الخير يا ميدو. مساء الخير. مساء الخير يا ميدو، عامل ايه؟ ازيك، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، بمسي عليك وبمسي على الكابتن ياسر طبعا. لا انا كابتن ميدو، ده حضرتك. طمني عليك بقى، يعني ايه الاخبار؟ نزلت الملعب؟ انا عارف انت كنت بتتمرن مع الفريق الثاني وخلاص، وكان المفروض امبارح اول يوم تنزل الملعب. نزلت الملعب خلاص مع فريقك والدنيا ماشيه تمام؟ يعني الحمد لله سيف، انا بقالي اسبوعين بلعب ماتشات مع الفريق الريزيرف او فريق 21 سنه، وامبارح كان هيبقى اول ماتش كنت قاعد فيه مع الفرقه بس ما قعدتش، لكن باذن الله بنسبه 90% يوم السبت الجاي هتبقى اول مباراه ليا مع الفريق باذن الله. ان شاء الله. ميدو، يعني حسيت بقى الحته الرياضيه شويه، سمعنا ان في مفاجات قريبه في برنامج ليك ان شاء الله قريب على شاشه قناه الحياه، يعني ايه المعلومه؟ بتستعد ازاي؟ ايه اللي انت بتحضره؟ والله يا سيف احنا شغالين بقالنا فتره، يعني فتره مش قليله، انا ومهيب بنحضر لبرنامج، يعني باذن الله يبقى برنامج قوي جدا هنا من انجلترا، وحاجات كبيره، يعني هنعمل لقاءات مع نجوم انجلترا كلها ونجوم اوروبا كلها، والحمد لله وصلنا للمراحل الاخيره، وباذن الله في خلال اسبوع او اسبوعين بالكثير هتكون اول حلقه باذن الله. بس احنا دلوقتي هنا عددنا كبير، محتاج لياقه بدنيه عاليه، هتقدر تنافس معانا؟ لا انتوا بقى اللي هتنوروني هنا، انا اللي هستضيفكم هنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ميدو، بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، سواء في الكوره سواء في برنامجك، ان شاء الله نشوفك قريب على الشاشه كده منور ونجم زي ما كنت دايما في ملاعب. شكرا جزيلا احمد حسام ميدو، الحقيقه يعني بنتمنى له